على الهواء مباشرة جمهورنا الرياضي الكريم، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استوديو الجماهير مع تسارع الأحداث الرياضية مع أهميتها والأخبار اللي تتوالى علينا. يعني حتى عند دخولنا الحلقة حقيقة في حيرة من أمرنا، تناقش أي موضوع وأي موضوع طرحه كمحور في حلقة هذا اليوم. ما نعرف يعني الأخبار تجينا يمينا ويسارا من منتخبنا الوطني وتداعيات واستمرار الحديث عنه إلى دور الكرة الممتاز وما يشهده من أحداث. وصعقنا أخيرا بقرار محكمة كاس اللي نقض من خلاله قراره السابق أو قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقرر أن تقام مباراة الإياب بين المنتخب العراقي والسعودي في الأراضي السعودية، بعد أن لعبنا مباراة الذهاب بأرض محايدة وكنا ننتظر أنه نلعب أيضا في أرض محايدة مباراة الإياب. لكن صدر القرار اليوم من محكمة كاس واللي ينقض به قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي بات لزاما علينا أن نلعب في السعودية. هذا كله وسط حيرة الجماهير وحقيقة أسفها، باعتبار الموضوع نحكيه بصورة واضحة. موضوع صار موضوع تحدي بين العراق والسعودية، بين الاتحاد السعودي والاتحاد العراقي، وكل احنا نتذكر التصريحات والتصعيد اللي اجى من الجانب السعودي. اليوم للأسف محكمة كاس تنقض القرار وسط صمت رهيب من قبل المسؤولين العراقيين. واليوم تم حقيقة كشف موضوع مهم جدا، هو الفرق بين المؤسسات في الدول الأخرى وبين مؤسساتنا الرياضية. العالم شلون تشتغل وإحنا شلون نفكر. من صدر القرار وقالوا السعودية تلعب مع العراق بأرض محايدة، تحركوا على أعلى المستويات، جابوا مدير محكمة كاس، استضافوا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، ماكو شيء ما سووا. حتى بتصريحاتهم تحس اكو ثقة كاملة بأنه راح يلعبون بالسعودية. ما أعرف يعني فعلا اليوم عرفنا الفرق الكبير بين عملنا وبين عمل الدول الأخرى ومؤسسات الدول الأخرى. والخبر الشيء الحلو حتى اللحظة ما نشر على الموقع الرسمي لمحكمة كاس، احنا اخذناه من موقع الاتحاد السعودي، والاتحاد السعودي لا يمكن انه ينشر هكذا خبر دون ان يكون متأكد منه او وصلته اشارة من محكمة كاس على انه هذا القرار خلاص قطعي. هذا موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اللي اعلن الخبر اليوم، واللي عنوانه انه اصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية كاس قرارا يقضي بنقض قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم المتمثل في إقامة مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب العراقي الشقيق في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم في أرض محايدة. وقررت المحكمة الدولية نقض قرار الفيفا وإقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، واللي مقرر إقامتها يوم 27 من شهر مارس 2017 المقبل، حيث تلقت الأمانة العامة للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرار المحكمة اليوم. طبعا هنا طبعا من حقهم انه يفرحون ومن حقهم انه يعلنون انه متهيئين لهذه المباراة، وهي مباراة صارت يعني مهمة جدا للجانب السعودي. عنده 10 نقاط يعني 3 نقاط للمنتخب العراقي، عنده استعداد اي شيء يسوي في سبيل انه ينقل المباراة على ارضه ويحصل على النقاط الثلاث. كل هذا الموضوع واحنا سابقا كنا نسأل من اتحاد كرة القدم، يابا القضية محسومة، تحركتوا محاميكم اللي هو نزار أحمد بأمريكا من رحتوا، شنو تفاصيل القضية؟ في وقتها استضافيت النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الكابتن شرار حيدر، وهو اللي حكى بالموضوع. خلي نشوف، لكن قبل لا نشوف الأخ شرار حيدر خلي نشوف نص القرار اللي اليوم صدر من محكمة كاس. خلي نشوف نص القرار حصلنا عليه. طبعا يقول قررت محكمة التحكيم الرياضي نفس اللي ناشره موقع الاتحاد السعودي مع تبيان التكاليف، وانه هذا القرار غير قابل للنقاش مرة ثانية في المحكمة، يعني قرار قطعي للأخير. يعني بعدين يقول هذا القرار لا ينظر في القضية لاحقا، كاتبين يعني الموضوع خلاص حسم. يبقى الآن موضوع اتحاد كرة القدم، يعني شلون راح يتعامل مع الموضوع مؤسساتنا. الاتحاد هم راح يقول هذا مو قراري، هذا قرار سيادي. شنو الأنسب حاليا حتى على الأقل نحفظ ماء الوجه
امام السعوديه، صارت قضيه تحدي وتحدونا بشتى انواع الاساليب. بالتلفزيون تحدونا، بالتصريحات تحدونا، بامراهم تحدونا. احنا الان راح نقف مكتوفي الايدي لو لا؟ بس خلي اذكر في وقتها اتحاد كره القدم ايش قال على هذه القضيه من راح الى محكمه كاس. خلينا نشوف الكابتن شرف حيدر. محامينا دكتور نزار يعني مطمئن 100%، ويقول هم ما عندهم كيس وهذا يعني ما عندهم قضيه. بالنسبه لي يعني من شفت هاي اقول يعني انه ممكن 50 ب50 او 60 ب40 يعني. لان هذا القضاء ذولا محايدين، ذولا قضاة، بس هم ذا مستضيفين ذولا. انا ما اعرف شيء يصير خلف الكواليس حقيقه، وما اريد اتهم الناس. طبعا هو يتكلم يقول يستضيفون ذولا اللي حكينا عليهم، من استضافوا رئيس محكمة كاس واستضافوا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تحركوا الناس ما تبقى قاعدة. مو مثلنا هسه، احنا ايش قد علينا عندنا ملاحظات على عملهم، على تصريحاتهم، على تعاملهم ويانا، بس الناس يعرفون شلون يشتغلون، يعرفون شلون يخلون مصلحتهم فوق كل شيء. هذه اللقاءات ما وقفت، استمرت على قدم وساق، ماكو شخصية مؤثرة ما استضافوها، ماكو اتحاد مؤثر ما تحركوا عليه. كل هذا في سبيل انه العراق يلعب بالسعوديه، والقضيه صارت اكبر من قضيه مباراه كره قدم وانا حصل على نقاط 3. تحدي صار تحدي كبير، واحنا بقينا نايمين ما حد يعرف شنو القضيه. دزوا المحامي، دزوا النائب الاول، بعدين رجعوا كل شيء بعد ما عرفنا. حتى من تسالهم انا متاكد، حتى لا تسال الاتحاد هسه شنو القضيه يقول لك ما واصلنا شيء. هذا اسرع جواب ممكن يوصل لك، والله احنا ما واصلنا شيء من المحكمه. واي واحد يريد يتاكد خلي يخابر اي عضو اتحاد يقول له يابا اكو هيك قرار، راح يقول له احنا ما واصلنا شيء. وهاي ما واصلنا شيء وصلتنا الى انه هاي الناس تحصل المباراه على ارضهم، واقولها للاسف على خشومنا اخذوها. هي صارت القضيه، والحرقه بالقلب ما حد يقدر يوصفها بسبب هذا الموضوع. استضيف كمحور اول، لان محاورنا كثيره وعندنا بعد قليل تغطيه لمباريات الدوري هذا اليوم وما حصل فيها، لكن اخذ راي ضيفي حول هذا الموضوع. اللاعب الدولي السابق والمحلل الكابتن بسام رؤوف. اهلا وسهلا بك كابتن بسام. مساء الخير عليك استاذ حيدر. الصحفي الرياضي الاستاذ جمعه الثامر. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك استاذ حيدر وجمهورك الرياضي. يا اهلا وسهلا. كابتن بسام، من نحكي من سمعت بهذا الخبر شنو الشعور اللي جاك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل تحياتي لك والاستاذ العزيز جمعه الثامر وجميع المشاهدين الكرام. طبعا اكيد استاذ حيدر احنا بصراحه نتالم عندما نستمع الى هكذا اخبار والى هكذا انباء، خاصه ما يتعلق بالجانب الرياضي ويتعلق بمنتخبنا الوطني ومبارياته القادمه. احنا نتحدث عن الاحتراف ونتكلم بموضوعيه عن اهميه الاحتراف وتاثيراته في نتائج المنتخبات الوطنيه وبالتالي الساحه الرياضيه. هذا القرار انا اعتقد كان احترافي 100% من جانب السعودي على حساب الجانب العراقي. احنا لم نكن محترفين في التعامل مع هذه القضيه، لم نتعامل بمدى او لم ندرك مدى اهميه هذه القضيه وتاثيراتها من الناحيه السياسيه وتاثيراتها من ناحيه الجوانب يعني الاخرى. يعني القضيه توافقني الراي انه اخذت ابعاد هي اكبر من الرياضه. طبعا يعني صار بها تحدي وصار كل شيء بها. طبعا اكيد التحديات كلش كبيره كانت، وبالتالي عكسوا ما مفاهيم الشارع السعودي في هذه القضية وجدية التعامل ويا هذه القضية والتواصل مع المسؤولين الدوليين. أنا أعتقد خير دليل بأنهم هم الدولة السعودية بشخصياتها بقيادتها كلها كانت داعمة لهذا القرار وهذا التوجه، ويعرفون بأنه هذا القرار راح يشكل منعطف كبير في التصفيات النهائية لكأس العالم الآسيوية. وبالتالي كسبوا القضية على حساب بصراحة على حساب الكثير من الامور اللي احنا كنا معولين عليها. والتصريح اللي كان للكابتن شرار حيدر انا اعتقد من تصريحه وتقديري له بانه ما كان يدرك مدى اهميه هذا القرار، وما كانوا يدركون المنعطف اللي راح يكون عليه هذا القرار خلال هذه المرحله اللي فعلا وجدناها بانه مرحله تاريخيه في تاريخ كره القدم العراقيه. اكيد طبعا، وقرار حقيقه ولا صدمه اليوم عند الجماهير. شوف يعني الناس نست قضية المنتخب الوطني، نست الإخفاقات، نست كل شيء، وبدت تركز على هذا الموضوع، لأن هذا يعتبر بالنسبة لجماهيرنا أستاذ جمعة قضية هيك أحكيها، قضية كسر عظم صار بين الاتحاد العراقي والاتحاد السعودي، وتجاوزاتهم
وحكيهم اللي بينتقاص من اتحادنا من عملنا كل هذا، وبعدين ياخذون هم القرار واحنا ما نعرف شنو اللي جاي يصير. للاسف الشديد يعني اليوم صدر القرار، يعني القرار احنا كنا نعول على قانونيته، يعني اتحاد الكره كان يعول على قانونيه القرار لجنه الطوارئ اللي كان بصالح نقل المباراه من الارض السعوديه، لكن الجانب السعودي كان يعني يعمل بمنظومه عاليه المستوى، اصور عمل ما خلف الكواليس اقوى من الجانب القانوني يعني، وبالتالي عمل باساليب وطرق احنا يمكن ما نجيدها وما نعرف لها، يعني جوانب انا ما استبعد ان يكون هناك جوانب المحاباه والرشوه، يعني هذا واقع حال، واستضافه اسماء ورموز كبيره. يعني رئيس محكمه الكاس كان بالسعوديه، يعني شو تصور انه اعلى مستوى. احنا ما عندنا، ما نمتلك هاي القدره يعني من العلاقات ولا الدبلوماسيه، يعني تحرك على مستوى عالي، يمكن حتى تحرك من امراء المملكه السعوديه يعني باتجاه هذا الجانب، هم يعولون على هذا الجانب بشكل كبير جدا. مباراه بعيدا عن الثلاث نقاط، ما يردون احد يلوي ذراعهم ان يلعبون خارج ارضهم، هم قرار اتخذوه. يعني حتى تصور البرامج السعوديه كان المقدم السعودي بكل صلافه يقول يبغى نلعب بالسعوديه ونتحدى الموضوع، يعني اتصور انه كانوا شلون يقول لك مال ايده من القرار، يعرف انه هو ليش مال ايده؟ يعرف انه يمتلك، لا يعرف او يعرف هو تاثيره قوي، يمتلك اساليب وقادر على ان يستدرج كل الاسماء والمسميات الموجوده تحت خيمه الفيفا الى الاراضي السعوديه، وبالفعل هم عملوا بالخفاء اكثر ما عملوا بالعلن. يعني يمكن اتصور الكابتن شراح حيدر، انا اتذكر اللقاء مالته يقول في محكمه الكاس من راحوا انه قانونيا ومدى يعني المعطيات اللي بالقانون بصالح بصالح العراق، يعني مو بصالح العراق، بصالح لجنه الطوارئ بالفيفا، ان المباراه خارج الاراضي السعوديه. شنو اللي غير هذه المعطيات؟ يعني هي القانون ثابت والقضاة ومنافسهم موجودين، شنو اللي غيرها؟ اكو تغير، يعني تعرف احنا اساليب اخرى. زين احنا وين من كل هاي اللي جاي يصير؟ منظومتنا ضعيفه يعني استاذ حيدر، منظومتنا ضعيفه. وليش وقت راح تبقى ضعيفه؟ منظومه علاقاتنا ضعيفه وغير مؤثره للاسف الشديد، لان احنا ما زلنا نمر بفوضى وفوضى ما مستقرين، ولحد الان ما نمتلك المؤهلات العاليه اللي يمتلكوها الاخرين، لا على الجانب المادي ولا على الجانب ايضا الحضوري والاعتباري. استاذ حيدر، انا اتكلم عن نقطه مهمه. احنا يجب ان نعترف بانه اداريا احنا ضعفاء بشكل كبير. اي بس كابتن انت لا تقول لي هيك، احنا ليش وقت راح نبقى ضعيفين؟ لا واحنا اللي دائما نروح ونخسر، نعطينا قضيه واحده احنا رحنا بها خارجيا. الدليل كلام الكابتن شرح حيدر، قال بانه الاستاذ نزار محامي في امريكا قال بانه لا يوجد كيس، ما موجوده قضيه. احنا اذا المحامي يتكلم بهذه نقول احنا بهذا الاتجاه، والكابتن شرار حيدر ايضا يؤيد بانه لا يوجد قضيه، يعني احنا كاسبين القضيه اوريدي. انا اعتقد هناك مشكله، لانه احنا ما جاي ننتبه بانه اهميه هاي المشكله واهميه هاي المساله بالنسبه لنا، لذلك عندما تهمل جانب من اهم الجوانب اللي انت جاي تحارب من اجلها، اكيد راح تخسر القضيه، والخساره راح تكون انا باعتقادي فادحه وكبيره على المنتخب العراقي، بالرغم بانه احنا خلينا نكون واقعيين، من جانب اخر المنتخب السعودي فاز على المنتخب العراقي، وهذه مباراة أنا أعتقد راح تكون رد اعتبار للكرة العراقية، وإلها يعني إلها راح تكون خصوصية كبيرة، وبالنسبة للاعبينا وبالنسبة لمدربنا وبالنسبة أيضا لجماهيرنا راح تكون يعني مسؤولية كبيرة، دعم المنتخب العراقي في سبيل يعني في أرض المنتخب السعودي نفوز على المنتخب السعودي، هذا لتاريخ الكرة العراقية يسجل وأيضا للشعب العراقي. هذا هم ما راح يصير كابتن بسام. وليش شنو هو ما يصير؟ يعني الان خلينا نحكي بقضيه غير قضيه المباراه، واكبر من قضيه مباراه المنتخب الوطني. احكي لي الان كموقف اتحاد كره القدم شلون ممكن؟ اتحاد كره القدم استاذ حيدر، خلينا نكون واقعيين، احنا جل احترام للاخوان، احنا نستجدل معسكرات من الخليج، احنا نحاول ان عندما نقعد نتفاوض على مساله احنا نتوسل بالاخرين، احنا مو قاعدين ند الى ند، يعني عندما اقعد مع شخص انا اعرف بانه ربما قدراتي اعلى من عنده، كفاءتي اعلى من عنده، لذلك احاول بشتى الطرق اخذ حقوقي منه، لكن عندما اجلس واجامل على حساب الكثير من، لانه انا ضعيف ما عندي دوله تدعمني بمستوى القوه اللي يملكوها هم، وما عندي ظهر قوي يدعمني من الناحيه الماديه، لذلك تجدنا دائما ما نتوسم بالاخرين لمساعدتنا، نسترضي الاخرين، وهذا وصل الحال بنا بانه قدروا هم احد المقدمي البرامج او احد المعلقين يتكلم بصوره مهينه على الشعب العراقي ويتكلم عن المنتخب العراقي ويقول غصبا عليكم بان احنا نجي نلعب هنا بالسعوديه، وهذا دليل على ضعفنا بصراحه. اي هذا دليل ضعفنا، ايش راح نسوي هسه احنا؟
قضيه الانسحاب ممكن تطرح الان على الاقل من هاي المباراه. لا قضيه خاصه يعني خلاص ما نلعب بالسعوديه، اخذوا لي 3 نقاط، احنا شنو اللي راح يتغير بوضعنا؟ لا بعيد عن 3 ترجمة. نقاط ممكن تعرض الى عقوبات، يعني انت هذه منظومه عمل الفيفا تفرض عليك عقوبات انت اذا رفضت اللعب لهذا السعوديه، عليك ان تنصاع لقرار محكمه الكاس. زين، من العدل والانصاف انه انا العب ارض محايده والسعوديه تلعب ارضها؟ قلت لك يعني وين العداله بهذا الموضوع؟ هم اتحاد قوي بحكومته، قوي بالتمويل اللي يمتلكه، قوي بالامكانات اللي عنده، يعني وراه منظومه عمل دبلوماسيه ضخمه، الدوله تدير يعني انت اقول لك ميزانيه الاتحاد السعودي كيف تقارن بميزانيه الاتحاد العراقي؟ ما يمكن يوصل للعشر. هاي الميزانيه وين تستثمر؟ يعني تستثمر بكل الاشياء، تستثمر حتى في استماله القضاء، في استماله انا ما استبعد، قلت لك هاي الاشياء موجوده، يعني انت يمكن الكثير يتفق معي بها او ما يتفق، لكن هي واقع حال. يعني احنا من يقول لك القضيه والكيس محسوم انه هذا قضاء، شنو اللي غيره؟ انا ما اتصور شنو اللي غيره بيوم وليله، والمعطيات والثقه السعوديه اللي يطلقوا بها، حتى رئيس الاتحاد السعودي كان يتحدث بثقه مطلقه، يعني قال احنا نصعد المواقف الى اعلى المستويات وناخذ القرار، وصعده ما نلعب الا بالسعوديه. من صعده وراء دعم حكومي، وراء دعم مؤسساتي، يعني دعم ضخم. يعني هذا الصور قد الميزانيه اللي صرفوها في سبيل كسب القرار، انت ما تمتلك كل هاي الاشياء. استاذ حيدر، احنا دائما نتكلم ونعرف يعني ايش جاي نتكلم. هنالك قرارات اخرى سياسيه احنا يجوز ما جاي نشوفها امامنا، لكن هنالك علاقات دوليه مبنيه على هذا الاساس. العلاقات السعوديه البحرينيه، رئيس الاتحاد البحريني هو نفس رئيس الاتحاد الاسيوي، لذلك هم علاقاتهم نظموها او بنوها على اساس مع الاتحاد الاسيوي ومساعده الاتحاد الاسيوي في اي قرار اخر. ومن جهه اخرى العلاقات الدوليه بنوها من سنوات طويله وليس يعني وليده اليوم، لذلك عندما يتحدثون بقوه بصراحه في الاعلام وفي اي وسيله اخرى. المكاسب اللي حصلوها من هذه القضيه اعتقد كبيره، لكن احنا علينا ان لا بصراحه ان لا نتباكى، علينا ان نكون اقوياء يعني صلبين الاراده. شو نسوي مثلا؟ يعني على الاقل لا هو ماكو قرار تسوي، يعني انت تفكر تلمح الى الانسحاب، لا الانسحاب امر خاطئ جدا، هاي منظومه عمل كره قدم، يعني خلاص انت تنصاع لهم الفيفا. زين، ما تعتبرها اهانه اذا لعبنا بالسعوديه؟ بصراحه لا هو اطلقت كلمه تحدي وما انتصروا بالتحدي، انا اقول لك واقع حال هم تحدوا وانتصروا علينا بالتحدي، هذا استاذ حيدر احنا دائما نقول الحرب هي جولات وليست جوله واحده، هنالك جوله اذا اردنا بانه نلعب مع المنتخب السعودي علينا ان نفكر منذ الان كيف نستعد لهذه الجوله، وعلينا ان نحارب بشراسه في سبيل كسب هذه الجوله. لذلك انا اعتقد دورك الكبير انت ودور الفنيين ودور الجمهور هنا يجب ان تكون عندنا رؤيه واضحه خارطه طريق للمباراه. إذا ما كسبنا هالمباراة أعتقد رد اعتبار كبير للرياضة العراقية ولكرة القدم العراقية. طيب، احنا اليوم عندنا متابعات هواية فيما يخص الدوري، وأكيد هذا المحور راح نرجع له بنهاية الحلقة، لأن جاي توصلنا رسائل كثيرة عليه، حتى واحدة من الرسائل هيك طلعت عليها قال حتى اللحظة حديثكم مو مستوى الصدمة اللي عند الجمهور وعند الشارع الرياضي. اكو شيء غريب، لكن يبقى انه احنا اعلام، يعني تعرف اكو شيء غريب ما نقدر نحكي كل شيء. الاتحاد السعودي صرح بالخبر قبل لا ينطلق الحكم ب4 ساعات، يعني شوف لوين واصل، بينما احنا لحد الان ننتظر ان القرار ما وصلنا، الاتحاد السعودي اعلن قبل 4 ساعات من صدور القرار، يعني شوف شلون هي هذا الاخ اللي يقول مو مستوى الصدمه، احنا ما نظل يعني نسب او نشتم، احنا مو هاي اخلاقنا ولا هي مبادئنا، لكن احنا نشخص الخلل ونحاول نقيم حجم الصدمه، وبالتالي نلقى المعالجات الواقعيه تحدث من خلال البيت الرياضي واضح. من خلال اتحاد كره القدم، من خلال المؤسسات الرياضيه. طيب خلي اروح للدوري اللي قلنا هذا المحور اولا واخيرا راح نرجع له من خلال الرسائل. اليوم استؤنفت مباريات الجوله الثامنه، اقيمت مباراه النفط مع السماوه على ملعب نادي النفط، انتهت بفوز فريق النفط بثلاثيه. خلي اخذ هذا اول لقاء، لان عندنا مباراه اخرى ايضا تابعناها اللي هي مباراه الطلبه مع اربيل. خلينا نشوف اولا لقاء النفط مع السماوه واللي انتهى بفوز فريق النفط ويواصل سلسله النتائج الايجابيه في الدوري. خلينا نشوف اولا النتائج للمباريات اللي اقيمت اليوم. خلينا نشوف ملخص النتائج. طبعا فريق النفط يفوز على السماوه بثلاثيه، طلعنا النتائج خلينا نشوفها. خلينا نشوف النتائج. النفط مع السماوه، نفط الوسط يفوز على الزوراء بهدف واحد، وفريق نفط ميسان يحقق فوز كبير على فريق البحري. الكرخ مع الحسين طبعا يوم غد. النفط مع السماوه الثلاثيه قلناها. الطلبه يتعادل سلبيا مع فريق اربيل من دون اهداف في المباراه اللي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
خلينا نشوف ملخص اللقاء لفريق النفط والسماوة، وانتهى قلنا بثلاثية. صارت اخطاء فرديه استغلوها، عندهم يلعبون طويل، ايمن ينزل. الحمد لله والشكر على كل حال، ان شاء الله نعوض بالمباراه القادمه. مبروك الفريق النفط، هارد لك فريقي. يعني مثل ما تعرف انت اخطاء يعني كانت فرديه. فريق النفط يعني بتعرف انت من احسن الفرق مستقرين كاداء تدريبي كلاعبين. احنا مرينا بظروف تبديل مدربين، تغيير مدربين، يعني ان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله نعوض ان شاء الله. الفريق هذه مباراه رسميه والتجريبيه ورسميه، هاي الاولى الي يعني. الفريق النفط لعب او مباراه تجريبيه، 5 مباريات تجريبيه او 4 مباريات تجريبيه. فريق مستقر بالمدربه بلاعبينه، موسمين، اداء جيد، امكانيته عاليه. احنا الان عندنا نلعب بالممكن اللي موجود عندنا، لذلك انه نشوف انه اخطائنا كثيره، وانا كنت متخوف من الاخطاء الفرديه وحاط يعني النقاط عليها، وبالفعل الاخطاء الفرديه اللي يعني صوت الكفه الى نادي النفط. لذلك انا اقول انه فريق يعني عندنا ان شاء الله اضافات بالمستقبل ان شاء الله. الفريق بامل تحقق طموح الاداره بالبقاء ضمن الدوري الممتاز؟ لا ان شاء الله، احنا عندنا بعد 31 لعب مباراه ولا 30 مباراه، يعني المسافه طويله بعد يعني، لكن عندنا احنا نحتاج اضافات، والاضافات موجوده ان شاء الله. على المباراه القادمه ان شاء الله حتغير الفريق. في 3 نقاط احنا الاهداف اكيد تجي من روح الفريق وتعاون اللاعبين. يعني تعرف 3 اهداف 3 لاعبين مختلفين، يعني مهاجم و2 لاعبين نص. الحمد لله والشكر قدرنا نعوض ال3 نقاط بعد نقول احنا خيبه امل وتعادلنا يعني امام الطلبه. الحمد لله والشكر، يعني اكيد هذا رقانا في الترتيب، وان شاء الله القادم افضل. تسهيل الله. 3 نقاط مهمه اعتقد تعزيز مسيرتنا بالدوري، وتعطي دافع وحافز معنوي ان كمدربين واللاعبين بعد توقف طويل. فاكيد يعني المستوى الفريق اللي ظهر عليه خلال مباراه اليوم يعني يبشر بخير، ونتمنى نستمر خلال المباريات القادمه. فريق طبق واجباته بشكل صحيح. فريق السماوه يعني من الفرق الجيده اللي بدا يستخدم الاسلوب التكتيكي بالنسبه للجانب الدفاعي، لعب 5 مدافعين، وهذا اكيد يعني جانب معقد بالنسبه كيف انت تتغلب على الزياده العدديه بالنسبه لدفاعات الخصم. طبقوا اللاعبين بصعود حسام بالزياده العدديه، دخول علي قاسم ودخول مازن فياض الى الوسط، انطانا الحلول وقدرنا نسجل منها اهداف من الجانب. توفيق لفريق النفط وحظ اوفر لفريق السماوه والكابتن حسن كمال اللي استلم اول مباراه، على امل انه يتوفق خلال المباراه القادمه وفريق النفط يواصل الخطوات الثابته والناجحه في دوري الكره الممتاز حتى اللحظه. نناقش مباراه لو نشوف المباريات ونحكي على الدوري. على مود نشوف المباريات افضل وبعدين شو تقول مو احسن؟ زين، خلي نشوف مباراه الطلبه مع فريق اربيل على ملعب الشعب الدولي. الطلبه كان يبحث فيها عن فوز. خلينا نشوف الملخص اولا من هذا اللقاء اللي قلنا انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. ما جاهز الملخص؟ يلا نحكي. خلي نشوف حتى اللقاءات، خلينا نشوف اللقاءات وبعدين نشوف الملخص. تعادل بملعبنا يعني الحمد لله والشكر، الحمد لله قدر ما شاء فعل.
يمكن جتنا اكثر من فرصه الشوط الاول والشوط الثاني ما استغليناها، فريق اربيل متكتلين لي ورا دفاعيا، الحمد لله والشكر على النقطه. اغلب المباريات كانت حيازه على الكره، عندنا لعبنا من جميع الاطراف سواء كان من العمق او من الاطراف، حصلنا اكثر من فرصه صراحه انه وكنا قريبين من الهدف، لكن انه سوء الطاله طبعا انه من نضيع مثل هذه الفرص. يمكن كان صارت علينا هذه الفرصه الاخيره. حقيقه انه المباراه استمتع بها الجمهور الحاضر، مباراه تليق سمعه الفريقين. يعني المشوار طويل، يعني فقدنا يعني نقاط المباراة، لكن انه نعوض ان شاء الله المباراة القادمة ان شاء الله. حقيقة يعني مباراتنا اليوم يعني لم نقدم المستوى الجيد اللي يرضي طموحنا وطموح جماهيرنا، خاصة بعض اللاعبين انه كنا معتمدين عليهم كانوا بدون المستوى، وهي نتيجة المباراة الحمد لله والشكر. هاي اليوم ادينا مباراة تكتيكية، يعني حاولنا انه نوقف مفاتيح الفوز في نادي الطلبة، خلينا لعبهم يكون كله من الجانب ولعب طويل، فالحمد لله. يعني انا اشوف يعني تعرف تشبه فريقنا، يعني اغلبهم بعض اللاعبين يعني جدت بالفريق وبالدوري العراقي. حاولت اعتمد على الهجمات المرتده. راضي بالنقطه؟ شيء اكيد، انت من تطلع من نقطه من ملعب الطلبه وبين جماهيرهم فشيء طبيعي، هاي احنا نكون راضين عنها. نتيجه يعني صح انه يكون ايجابيه خارج ملعبك، لكن اعتقد انه انظلمنا بهاي المباراه، يعني كان بنالتي 100% كان واضح لنا، لكن الحمد لله والشكر على كل حال. اللاعبين قدموا اداء جيد، تعرف انه ملعب الشعب وفريق طلبه من فرق المنافسه على الدوري، وقدرنا نطلع بنتيجه ايجابيه، ان شاء الله القادم يكون افضل. كره القدم هي عباره عن اخطاء حكام لاعبين، لكن نتمنى من حكامنا دائما ننظلم صراحه اكثر من مره في ملعب الشعب، قاعد نعاني من هذا الجانب، لكن سواء بقصد او بغير قصد هي كره القدم، التحكيم هو يمكن جزء من اجزاء الاخطاء في كره القدم. اليوم ادينا مباراه تكتيكيه نوعا ما. تحكي على التحكيم، شنو تحسون ظلمتوا اليوم؟ بصراحه يمكن يعني حسب رايي انا داخل الملعب يمكن ما اشاهد الحاله 100%، بس لكن كانت ضربه جزاء واضحه بالشوط الثاني اللي هي عرقله ديار عبد الرحمن في الدقائق الاخيره، اعتراض واضح، لكن نخليها له الاختصاص، يمكن هم اللي يقيموها احسن من يمنا. اذا عن الجانب الفني ادينا مباراه تكتيكيه على مستوى عالي، رغم يعني قله خبره لاعبين، نمتلك لاعبين شباب لو متعاملين يعني بالثلث الاخير، يعني بالثلث الاخير بخبره اكثر باحتفاظ اكثر، يمكن كان حصلنا على نقاط المباراه الثلاث، لكن نقطه من فريق الطلبه يمتلك مدرب كبير بين ارضه بين جماهيريه، اعتقد افضل من لا شيء. شكرا لجميع المتحدثين، وحقيقة نعتذر عن بعض الحالات اللي تصير التأخير أو غيرها، لأن حقيقة موضوع محكمة كاس والقرار يعني خلانا نغير محاور الحلقة بالكامل. يعني كان إحنا محاورنا بغير اتجاه، قرار محكمة كاس ودانا باتجاه آخر وصدمة أخرى، إضافة إلى قضية الدوري. اليوم أكثر من مباراة نحاول نخليكم بالصورة من خلال تغطية كل المباريات. دوري الكرة ينطلق الجولة الثامنة، تقريبا الفرق نفسها اللي تميزت بالجولات السبعة تواصل هذا التميز، يعني ما تأثر عليهم التوقف كابتن. طبعا اكيد احنا نتكلم عن مدربين جدد، يعني اخذوا فرصة، نقول احنا مع فرق جديدة، الكابتن عصام حمد، ونتكلم عن الكابتن ايضا حسن كمال. مع عندنا طبعا بعد قليل مباراة الزوراء، نعم نتكلم، ونفس الوسط واللي صار بها ايضا مع قضية اللاعب علاء عبد الزاهر. نتكلم بصورة عامة بانه هل التغييرات عندما تحصل مع مدربين واستقطاب مدربين جدد هل هاي تصب في مصلحة الفرق؟ احنا لحد هاي اللحظة احيانا المدرب عندما يعمل في ظل ظروف صعبة مو معناته المشكله بالمدرب، مرات تصير الظروف الصعبه الدائره مداير البيئه مالته ما تساعده بانه ينجح وهذا، لذلك انا اعتقد معاناه يعني السماوه ما زالت مستمره، وحتى معاناه الزوراء ما زالت قائمه ومستمره، لكن بنشاهد بالجهه الثانيه نادي النفط فريق مستقر من ناحيه الاداره، من ناحيه التنظيم، من ناحيه المستوى، من ناحيه النتائج، كل حتى التخطيط اللي خططه اكو استقرار. اكو استقرار، هذا الاستقرار بالتالي يوظف بصورة صحيحة تنخلق النتائج. لذلك المدرب أنا أعتقد استراتيجيته واضحة بالعمل مع اللاعبين الجيدين اللي استطاعوا بصراحة يفرضون شخصيتهم في خلال الموسمين، الموسم الماضي وهذا الموسم، استطاع بأنه حتى التغييرات اللي غيرها حسن أحمد بصراحة ما غير على مستوى اللاعبين الأساسيين، غير على مستوى البدلاء. لذلك هنالك نظرة وهنالك استراتيجية. أعتقد التنويع في عمل فريق المراكز يعني وتوظيف اللاعب بصورة صحيحة هو الأساس في نجاح الكابتن حسن أحمد. نادي السماوية يحتاج بصراحة
الى وقت وضعه طويل. صعب جدا. وضعه صعب، لكن مو مستحيل بانه مع فكر المدرب حسن كمال يجب ان ياخذ فرصته كامله، وبالتالي ربما يترجم. اربيل الطلبه منو ضيع النقطتين؟ انا اعتقد الطلبه ضيع نقطتين لو اربيل ضيع النقطتين؟ انا اعتقد بانه اللي ضيع النقطتين الطلبه كان افضل في عمق الملعب. لكن من خلال هاي اللقطات طبعا عندنا خلي نظهرها كامله. اربيل ايضا كان قوي لفريق الطلبه. نعم، يعني ما وقف خلاص يعني مستسلم. لا، هو قال الكابتن مظفر جبار قال بانه احنا حاولنا نلعب على الكرات المرتده، وبالتالي الكرات المرتده سلاح يعني ربما يستثمر بصوره صحيحه وربما لا يستثمر، لكن كسيطره في وسط الملعب والى الامام، وبالتالي تفعيل اللاعبين. يعني اذا ما نتكلم هنا على اللاعبين اللي لعبوا بصراحه، احنا نشوف الى مهدي كريم واحمد ناظم ادوا واجباتهم بصوره جيده كظهيرين، بالتالي برهان ورزيج ايضا كانوا ممتازين، وفي الوسط ايضا كشبه صانع العاب ايضا كان سامر سعيد وسولا وكوني خلفه. انا اعتقد كفريق يعني نتائجه فاز في 3 مباريات وتعادل 3 مباريات، لكن الفريق ما زال لديه القدره بانه يتقدم الى الامام. طيب استاذ جمعه، يعني عن المباراتين اللي اظهرناها، النفط مع السماوه والطلبه مع فريق اربيل. يعني مباراه طبعا بس اكو ملاحظه اليوم مباراه فريقين الطلبه واربيل، ما اعرف ليش الطلبه يعني ما راح سلم على الفريق الضيف، يعني استغربنا هذا الموضوع حقيقه. كان الاخ حسن بيضان موجود ونقل لنا هذه الحاله، قال ما اعرف ليش ما سلموا. يعني اللاعبين ما لكن سلموا. فقط قال مهدي كريم راح اللي يسلم على لاعبي اربيل، ما اعرف يعني ليش بالضبط. تفضل. انا ما شفت المباراه، بس يعني قد تكون شهادتي مجروحه بفريق النفط، لان يعني ضمن جزء من هذه المنظومه. يعني احنا عملنا على الاستقرار، الاداره عملت بشكل نموذجي جدا. يمكن الفريق الوحيد المستقر فنيا واداريا وعلى مستوى اللاعبين هو فريق النفط هذا الموسم. لا انتم وامانه بغداد حتى ما نبخس تحديدا. اي تحديدا. لكن قد يكون احنا الموسم الماضي يعني اكتسبوا حتى اللاعبين نفط الوسط ايضا نوعا ما. نفط الوسط اكتسبوا اللاعبين والفريق شخصيه الفريق المنافس. احنا الان ننافس بقوه، يعني حتى ممكن طموحاتنا بدات ترتفع سقفها اكثر نتيجه للدعم الموجود من قبل اداره النادي. الدعم غير يعني غير قليله بصراحه، كل الاشياء متوفره. بدات يعني هاي الاشياء توضح بارض الملعب. يعني احنا اليوم الفارق الفني واضح جدا لصالح فريق النفط. صور كانت مباراه سهله، يعني سهله جدا على الفريق حسمها. انه فريق السماوه للاسف هو فريق بدا متراجع يعني في اشياء كثيره. الكابتن حسن كواني تعتبر اليوم اول مباراه الى رسميه وتجريبيه مع الفريق. قد يكون القادم الى افضل اذا ما يعني اعطوه مساحه من الاستقرار والدعم. الطلبه قلت فقد نقطتين؟ لا طبعا اكيد فقد نقطتين، ونقطتين مهمه جدا، انه على ملعب الشعب وتخسر، انت الملعب على ارضك تعادل، يعني خسر نقطتين القصد يعني. زين. فاتصور انه الطلبه كان اليوم مو بيومه وفرط بنقطتين مهمه جدا. طيب ايش رايك محمد رضا؟ يمكن هاي اول مره يعني لاعب منتخب الناشئين مع نادي الطلبه، اعطاء فرصه للاعبين الشباب، اعتقد مع نادي كبير كنادي الطلبه ان شاء الله تعالى يكون علامه فارقه مع هذا اللاعب مع نادي كبير. لانه كل عام بيلعب وياه محمد رضا، لعب اكثر من مباراه وياهم يعني. زين، لكن الاهم بالموضوع فريق الزوراء ما زال يعاني. كابتن بسام استاذ جمعه، واليوم خسر، واول مباراه للكابتن عصام حمد، يعني نخلي الكادر التدريبي، لكن الحلول يبدو انها مفقوده مع فريق الزوراء ووضعه صعب جدا. خلينا نشوف الهدف اليوم لفريق نفط الوسط على فريق الزوراء مع كل الحالات اللي صارت، وايضا طرد اللاعب علاء عبد الزهره. يعني هاي الحاله اللي اليوم اخذت ايضا صداها في مواقع التواصل الاجتماعي، وان كلمه بخصوص ما تعرض الى اللاعب علاء، وايضا في حالته مع طبعا اللاعب السوري علاء الشبلي. خلينا نشوف ملخص المباراه. النوارس هل تستطيع التحليق في ملعب نفط الوسط؟ والعوده ب3 نقاط تعتبر هي مهمه وانطلاقه جيده من جديد لفريق الزوراء من خلال الجوله الثامنه. امجد عطواني، هي كره خطيره لفريق نفط الوسط، لا زالت المحاولة، جول لنفط الوسط، هدف لنفط الوسط عن طريق الفارس حسون. فارس هذه اللحظات يسجل في مرمى الزوراء. نفط الوسط فارس حسون يضع نفط الوسط بأول أهداف المباراة في مرمى الزوراء. دقيقة 36 الفارس حسون يسجل لنفط الوسط في مرمى الزوراء بكرة جميلة تتهيأ داخل منطقة الجزاء. لم تكن هناك أي متابعة من قبل مدافعي الزوراء، يسكنها
فارس حسون جناح الايسر لفريق نفط الوسط في مرمى الحارس على قاطع. لاحظ هذه الاعاده، لاحظ الجويد يفقد الكره، فارس يهيئها باليمين ويسدد باليسار وعلى يسار على قاطع. اول اهداف المباراه لنفط الوسط في مرمى الزوراء. لاحظ هذه الاعاده لاكثر من مره، لاحظ لعبها بحرفنه اللاعب فارس حسون بعيد عن على قاطع لتهش شباك مرمى الزوراء لتعلن النتيجه. افتتاح التسجيل لاصحاب الارض والجمهور فريق نفط الوسط في هذه اللحظات. هاي الحاله اللي تحدثنا عنها، حاله اللاعب علاء عبد الزهره، خلي نشوفها. هنا حالة الطرد، وهذا تصرف اللاعب علاء عبد الزهرة قائد المنتخب الوطني، وعندنا كلمة بهذا الخصوص. خلينا نشوف الحالة للنهاية وبعدين نعلق عليها. طبعا الكلمه بهذا الموضوع انا علقت، بس اليوم ما اعرف الجماعه والله ايش بيهم، يعني ولا طلع شيء من تعليقي، يعني زين اليوم راح اكمل الحلقه والله. ان شاء الله خير. لكن اللي صار هذا موضوع صعب جدا، وتصرف اللاعب علاء عبد الزهره كقائد المنتخب الوطني صعب. بعد المباراه هواي شفت منشورات حاولوا انه يلقون باللائمه وين على الانتقادات اللي تعرض لها اللاعب، والضغط الكبير اللي تعرض له هو اللي ادى به انه يتصرف هيك تصرف. طبعا كل اللي حكوا يمكن مو اقرب لنا لعلاء عبد الزهره، نعرف علاء مؤدب خلوق ومستغربين اصلا انه يطلع منه هيك، طوال مسيرته اللاعب ما طلع من عنده هيك تصرف. فقضيه الضغوط والتبريرات احنا لا نخلي اللاعب الان يلقى له منفذ لهذا الموضوع، هو اليوم قائد المنتخب الوطني، يعني المفروض يكون اكثر حكمه من بقيه اللاعبين واكثر صبر من بقيه اللاعبين. هو اعتذر اللاعب وموقف يحسب له، وقال انه تعرضت الى سب وشتم من اللاعب السوري علاء الشبلي، وانا صرفت هيك، واعتذر للحكم واعتذر لاداره الزوراء وللجماهير، وهذا شيء يحسب له كقائد لمنتخب العراق. لكن نتمنى انه هذا الموضوع المبالغ به والزائد عن حده ما يتكرر، وخاصه قضيه انه انت تركض وراء الحكم. يعني فعلا شيء مو طبيعي اللي شفناه هسه. والله لاعب مع لاعب هاي تصير طبيعيه، اما الحكم وبعد ينشر البطاقه الحمراء انه اركض عليه بهذه الطريقه هذا صعب جدا. علاء عبد الزهره املنا كبير بيك، الانتقادات اللي طالتك سابقا اتمنى انه تاخذها دافع لك خلال المرحله القادمه سواء مع المنتخب او ناديك. انت اليوم شئت ام ابيت قائد المنتخب الوطني، كل الانظار عليك، تحملت مسؤوليه مضاعفه فوق مسؤوليتك. انت الان تحمل رقم 10 وشاره القياده، يعني انت خليفه يونس محمود بالمنتخب الوطني، ونعرف شنو الضغوط اللي كانت على يونس وعلى كل لاعب حمل هذه الشاره وهذا الرقم. نامل انه بالمنتخب بناديك يكون التعامل اهدأ من هذا الشيء، وانت اسمك يعني اليوم كابتن المنتخب الوطني العراقي. كابتن بسام تعليقك على الحالات طبعا حتى اروح على الرسائل لان بها رسائل مهمه جدا. طبعا التصرف اللي قام به اللاعب اكيد احنا استهجان من عندنا كليتنا بانه احنا نعرفه قدوه لباقي اللاعبين،
لكن الانفعال الغير مبرر، يعني انا اعتبره انفعال يعني غايه في، يعني كان متوتر بطريقه. زين توقع لوضع فريق الزوراء او وضعه هو كلاعب؟ لا، هذا الانفعال الاثنين. تدري الضغط نتيجه المباراه، ضغط ايضا الوضع العام اللي يمر به ايضا من خلاله هو اللاعب يعني مع المنتخب الوطني. لذلك مطالب بشيء، قدم الشيء الكثير لكرة القدم الزورائية وكذلك المنتخب الوطني. أنا أعتقد بأن هو يريد أن يعمل شيء، لكن بعض الأحيان الأمور ما تصير بالطريقة اللي هو يتمناها. اليوم الضغط هذا ولد انفجر على عبد الزهراء، ما يسيطر على أعصابه، بالرغم بأنه قال بأنه علاء الشبلي سب أو شتمه على عبد الزهراء. بعض الأحيان يفقد الإنسان اتزانه، لكن عليه أن يعود مرة أخرى وأن لا يكرر مثل ما تفضلت، ما يكرر هذا الحدث لأنه قدوة للاعبين أيضا الشباب. زين، مع العلم اللاعب طلع قبل أيام بلقاء تلفزيوني قال أنا ما يعني هاي الأمور الضغط وهاي كلها طبيعية عليه، يعني ما اهتم لها. يعني للأسف إنه جميعا نتفق إنه تصرف غريب على عبد الزهراء، يعني الكل يتفق. لأن نعرفه احنا يعني خاصة عندنا احتكاك فيه قوي، لاعب مؤدب جدا. أنا متأكد إنه تحت الضغوط، يعني الضغوط مؤثرة جدا عليه، تحت ضغوط سابقة. ضغوط المنتخب لو ضغوط النادي؟ نعم، ضغوط سابقة وضغوط أثناء المباراة، يعني حتى أثناء المباراة اكو ضغوط المطالبين بالنتيجة. وأيضا لا أستبعد إنه هذا اللاعب السوري علاء الشبلي هو لاعب مستفز يعني بشكل كبير جدا، يعني لاعب مهاري، لاعب قوي، لاعب التحام، لاعب على الضغوط. ترى كل نجم معرض الى ضغط، كل نجومنا اللي خاصه بالمنتخب. لا، واحنا كثير من النجوم الكبار ارتكبوا هفوات في مرات كثيره يعني، وهذا مو عذر يعني للكابتن علاء يعني بقدر تصرف. يعني قد هو كان انا اتصور اعتراضه على انه كارت احمر، يعني هي الحاله يمكن لو تشوفها هو ما ضربه، يعني مسك راسه، ما كان عمليه ضرب يعني موجوده. بالتالي يمكن يعني استغرب انه عمليه طرد، لكن ايضا تصرفه مرفوض جدا. انه هذا انت حكيت عن اللاعب السوري، قلت لك هو كلاعب يعني تكوينته كلاعب مستفز، يعني لاعب يثير الخصم، يعني شفته باكثر من مباراه يعني، وهذا اسلوبه باللعب هو يحسب له. قد يكون علاء ما استحمل، وقد تكون هناك بعض الكلمات الجارحه. هاي الحاله قدامك هو على كابتن علاء هو اللي راح عليه، هو هنا ما ضربه. انت بعد الحاله اي بس لزمه من شارع. لا وياك بعد الحاله صارت الحاله حاله لعب، نهض علاء الشبلي الى قبل علاء عبد الزهراء حاله دفع، قد تكون معها كلمات يعني احنا ما ممكن. وهذا لاعب يعني محكوم بجزئيات، اعصابه ممكن فلتت، تحسب على علاء. انا اقول لك تحسب على علاء، وما يعني وما مقبوله منه جدا، لكن هذه ظروف مباراه وظروف لاعب، والاعتذار يعني شجاعه من عنده اكيد. لكن هو وضع الزوراء يعني صعب جدا، يعني الاداره تقف مكتوفه الايدي بدون حلول، والجمهور غاضب جدا. ايش قد اتصلوا على جمهور الزوراء؟ البعض ما صارت فرصه والله انه احكي وياهم، لكن انا اعرف شنو اللي راح يحكوه الجماهير الزوراء. احنا اذا نتكلم عن المباراه اليوم استاذ حيدر، بطبيعه الحال بانه نادي نفط الوسط كان افضل. الافضليه اتت من خلال طبعا خبره المدرب عبد الغني شهد، استقراره مع النادي مع الفريق، معرفته بنوعيه اللاعبين، وبالتالي توظيف اللاعب بالصوره الصحيحه، وفاز بطريقه اللعبه وايضا بتوظيف اللاعبين. انا اعتقد فريق منظم قوي، نضوج اكثر بالنسبه للاعبين المدافعين كذلك المهاجمين، وبالتالي صعب المهمه على فريق الزوراء، بالرغم بانه نادي الزوراء لعب بلاعبين ايضا مميزين بالوسط، حيدر عبد الامير، احمد فاضل، حيدر صباح، علاء امهاوي اللي لعب كطرف يعني جناح، ما لعب يعني ظهير. وبالتالي اللي ملفت للنظر بانه الظهيرين الفريقين هم العجان والشبلي وجويد والصباغ سوريين. لذلك المباراه كان الفريقين يعتمدون على طريقه بناء اللعب من الظهيرين، وبالتالي كفنيا انا اعتقد المباراه كانت صعبه لكلا الفريقين، لكن فريق نفط الوسط كان الافضل ويستحق نتيجه المباراه. لؤي صلاح واشراك على عبد الزهراء يعني بعدين، انا اعتقد بانه هنالك مشكله ما زالت قائمه في هجوم الفريق الزورائي. طيب تحيه للاخ محمد البهاد اللي بعث لي صور، يقول هي كلها بصفحه واكو خلوا سيم يعني ما يمن الجمهور حاجز يعني نعم الحاجز، يقول ما يعني ما شايفين منه الا بالتظاهرات وبالمنطقه الخضراء. اي والله تحسبا يعني يتحسبون لمشكله ربما تقع، ويعني توتر بين الجماهير وتصير مشاكل، حتى اكو جماهير من النجف هم يشجعون الزوراء، فهي مشكله يعني. زين، انا موضوع الدوري اكيد نخصص له حلقات، لكن الرسائل اللي توصلنا نحاول نقرا البعض منها. اول رساله راح اقراها من الاخ جزائر السهلاني المدير التنفيذي للجنه الاوروبيه، يقول تحياتي لضيوفك. يقول محكمه كاس محكمه تتعامل مع الوقائع والثبوتيات، وهي ليست خاضعه لمؤثرات، ولكن يفوز بها الاجدر. واذا كنتم تبحثون عن الاجدر والاكثر حرصا على رياضه الوطن، اتمنى ان
تنشر رسالة الاتحاد اللي بعثها إلى الاتحاد الدولي حول قضية المحكمة الرياضية اللي بالعراق. وهناك سترى بأنك يا أخي حيدر ووزير الشباب الذي يتبنى رفع الحظر وحكومتنا الموقرة بأننا نغرد خارج السرب، إننا في زمن عبد الخالق مسعود يا حبيبي يا حيدر. هاي رسالة الأخ يعني نزار. نتمنى بأنه نقرأ الرسالة فعلا، أو لو عنده مثلا نص هو رسالة، عنده أعتقد الرسالة، عنده نص رسالة كان ممكن. هي حتى توضح للجمهور قبل أيام أو قبل فترة صارت قضية شكوى بالمحكمة الرياضية اللي عندنا بالعراق من الاتحاد الفرعي بميسان الأخ علي عبد الأمة. فالاتحاد العراقي لكرة القدم قال هذا تدخل ورفع رسالة إلى الاتحاد الدولي. احنا هاي الرسالة ما وقعت بإيدينا، ظاهر يعد الأخ جزار سيراني يقول لو تقروها ويقراها الوزير راح تعرفون منو الحريص على رياضة بلده، احنا لو السعودية. يعني الإشارة واضحة من الأخ جزار. لا هو احنا نريد نقراها، خلي الجمهور يعرف وخلي احنا كلنا نعرف، نعرف شلون يتعامل الاتحاد بالضبط، نعرف احنا شلون يفكرون على لا بس الناس استاذ جزار يرمي الا انه القرار قرار قانوني بحت، يعني ما بي مؤثرات خارجيه. يعني انا قد ما اتفق مع الاستاذ جزائر، انا اتصور انه هناك مؤثرات خارجيه حتى على القرار، واما انه هناك عدم فهم من اعضاء الاتحاد اللي راحوا الى محكمه الكاس واللي قالوا انه القانون والمؤشرات والمعطيات القانونيه هي في صالح القرار، صالح الجانب العراقي. شنو اللي تغير؟ هي نفس المعطيات، نفس الاشياء ونفس الموجودات، وبالتالي نفس القضاة. اتصور هناك مؤثرات خارجيه يا استاذ جزار، هناك مؤثرات خارجيه، والجانب السعودي ذكي جدا ويمتلك منظومه تعمل بنشاط وباساليب ما نمتلكها احنا. ما نمتلكها، داعش نمتلك احنا، ما تقول لي طلع كل شيء ما نمتلك كابتن. احنا لانه احنا الاسلحه اللي نملكها بصراحه احنا استغنينا عنها استاذ حيدر. احنا استغنينا عنها، الكفاءات العاليه المستوى بالضبط. هذا ما اعرف والله منو دز هاي الرساله. قال احنا كل اللي يصير بينا بسبب استغنائنا عن الكفاءات. طبعا انت الانسان الكفوء عندما ما تستعين به بصراحه او تستفاد من عنده اكيد راح توصل هاي المرحله. على مستوى احنا نتكلم التنظيم الاداري، الاداره هي اهم مفصل بصراحه في نجاحك في اي عمل. زين، تحيه للاستاذ محمد جواد صائغ اللي الان يتابعنا وعتب عليك شديد. يعني خلال الايام الماضيه كنا نحتاج هذا صوتك اللي كنت تحكي به، ما اعرف يعني هاي الايام ليش سكتت عن كثير من التفاصيل. يعني كنا نتوسم بيك خير وان شاء الله باقيين نتوسم بيك خير، بس ماكو، اختفيت علينا ابو علي. الان يدز رساله يقول تحياتي لك ولضيفك الكريمين، واقول للاخ بسام لا تكن مثاليا، لان المبالغ التي دفعت لمحكمه كاس سوف تدفع اضعافها الى حكام المباراه، والتاريخ الاسيوي والسعودي والقطري يشهد بذلك. تحياتي لاتحادنا الخليجي، عضو اتحاد القدم. احنا ما نعرف، تحياتنا للاستاذ محمد جواد، طبعا احنا مشتاقين بصراحه نسمع صوته فعلا. يعني احنا مو مثاليين استاذ حيدر، لكن احنا ما نريد بصراحه نلزم سيف ونقطع الرؤوس. يعني هنالك مشاكل على مستوى، يعني على مستوى اداره اتحاد كره القدم، على مستوى منظومه العمل احنا ما عندنا شيء وياهم، لكن هنالك ايضا خلل علينا نشخص الخلل، وبالتالي التدخل اللي يريده احنا خليه يكون من داخل الاتحاد نفسه. يعني هو هذا اللي نقوله، الاتحاد هو اللي يحكي بالموضوع. بالضبط، خليه هو يطلع ويحكي ويصرح يقول. انا قلت لك هسه الاتحاد تخابرني يقول لك ما واصلنا القرار. اسهل والسعوديين قبل 4 ساعات نشروا القرار، يعني قبل صدوره. يعني هذا يشخص لك. التحيه الاخ احمد جليل الياسري يقول اعتقد قرار محكمه كاس مهزله بحق العراق، واثبتت السعوديه انها الدوله التي تسيطر على كل شيء في الرياضه الاسيويه بدفع الاموال والرشا وشراء الذمم، ويجب ان يكون هناك موقف حازم من العراق كدوله حتى لو تطلب الامر الانسحاب. ترى الانسحاب مطروح بقوه، يعني الجمهور يطرحها بقوه، يعني يقول لك انا ما عندي شيء، وهي فرصه للاتحاد ان يخلص روحه من التصفيات. مو قضيه طلبات الجمهور استاذ حيدر، هنا المشكله ان تعرض الكره العراقيه الى اكثر من عمليه خسائر. هذه تبقى تراجع قوانين النظام الداخلي. لا طبعا اكيد تعاقب لا واحد. الفيفا تعاقب، الفيفا فرض عليك ان تلعب في ارض. استاذ حيدر هو من يتجرأ بانه يتخذ هيك قرار؟ انا واقعا لا الاتحاد العراقي يتجرأ يتخذ هيك قرار، ولا المؤسسات الرياضيه ولا الاولمبيه تتجرأ تاخذ هيك قرار. قد تكون احنا عاطفيين، وفعل الجمهور من حقه يعني يتعامل بالعاطفه، لكن عليك ان تكون العقلانيه موجوده. تعرف قبل القرار للامانه اتذكر صار تليفون بيني وبين الكابتن يونس عبد العلي، كنت ارتب وياه على حلقه تقريبا قبل 10 ايام. نعم بالضبط. فحكينا من جمله الامور اللي يحكاها، قال وتذكرني راح يطلع القرار مال محكمه كاس راح نلعب بالسعوديه غصبا علينا. والله بالنص اتذكر هيك حكى اياها يونس عبد العلي.
لا احنا بصراحه متوقعين هذا الشيء. انا الناس متوقع هذا الشيء. متوقع نلعب لان هنالك قرارات كثيره سابقه بصراحه احنا استغنينا بصراحه عن حقوقنا. اي بس احنا تصريحات الاتحاد اللي كنا نسمعها تخالف هذا التوقع. التصريح شيء والعمل شيء اخر استاذ حيدر، وانت يمكن دائما بالحدث وتعرف بانه احنا كثير من الامور احنا خسرناها نتيجه فقط تصريحات، لكن بالعمل كنا فقيرين بصراحه. طيب هنا واحد يقول انتم مقتنعين بهالقرار، عليكم ان يعني تحجون على الاتحاد السعودي مو تمدحون به. احنا ما مدحنا بالاتحاد السعودي، لكن احنا ردنا نوضح الفرق بين شلون تعمل المؤسسات الاخرى وشلون تعمل مؤسساتنا، هذا اللي نقوله. يعني ولا الاتحاد السعودي ايش عندنا على الاتحاد السعودي؟ يعني شنو اللي غير؟ احنا بالعكس هم كسبوا قضيه وقضيه عملوا عليها، يعني عملوا عليها باساليب قانونيه وباساليب غير قانونيه، وبالتالي كسبوها، وهي هنا المشكله انه كسبوا قرار مهم جدا. تعرف السعوديه تطمح للوصول هذه المره لكاس العالم. طبعا عندها 10 نقاط لا وبالفعل موقفها صعب جدا، كل مباراتها خارج ارضها، هي ما عندها مباراه على ارضها باستثناء مباراه العراق. كل مع الامارات في الامارات، مع استراليا باستراليا، مع تايلاند في تايلاند، هي فقط مع الفريق العراقي. هي تجيب الفريق العراقي وتكسب تايلاند بارضها تجمع 16 نقطه، هاي حسابات هنا الاخ يقول الاتحاد لم ينسحب فهو يفضل المصلحه الخاصه على ابناء الشعب العراقي ودماء العراقيين. مو قلت لك الامور راح تروح بغير التفاصيل، طبعا يعني الامور راح تروح ابعد من الرياضه خاصه. لا احنا لا تاخذنا العاطفه، لان تعرض لعقوبات دوليه، قد يعني تعرض الى عقوبات اكثر من الحظر المفروض عليه. هو منو يقبل العقوبات الدوليه؟ الا انا اعتقد شخصيا احنا اذا قبلنا بانه تكون هناك عقوبات وهناك بانه ما نلعب مباراتنا امام المنتخب السعودي، يجب ان نغير او نبني استراتيجيه جديده لكره القدم العراقيه خلال السنوات القادمه في ظل عدم مشاركات خارجيه، وبالتالي تبني مشروع جديد وطني اصلاحي من خلال الدوله العراقيه في التغيير الجذري. نقول احنا لكره القدم العراقيه يحتاج انه تغيير جذري. يحتاج تغيير جذري. من اللي يغير؟ الحكومه، الجمهور؟ الحكومه لها الدور الاكبر. لابد ان نحتاج تغيير الان؟ طبعا نحتاج تغيير. استحضر منظومه كره القدم بناء عمودي من الاسفل للاعلى. ما ممكن احنا مرات نحمل الاتحاد فوق طاقته يا اخي، الاتحاد جزء بهذه المنظومه. المنظومه محتاجه الى مال، والمال بيد الحكومه. احنا ما نبقى يعني حتى على مستوى ادارات الانديه هسه ميزانياتها 3 إلى 4 مليار، انت لو تحسبها تروح الى كلها الى اللاعبين، وبالتالي الاعلام مسلط عليها كذا ميزانيه. يا اخي ما عندنا انديه تقدر تبني ملعب، يعني انت ليه عقل نادي الزوراء ونادي القوات الجويه ونادي الشرطه هي بدون ملاعب، وهذا العصب الرئيسي للمنتخبات، وتبني كره قدم حقيقيه اذا ما كان يد للدوله وتساعد الانديه. يا اما نطلع من هذا القانون الاشتراكي بدعم الانديه ونحولها الى مؤسسات اهليه بالخصخصه، وبالتالي كل الانديه ممكن تتوفق في طريق القطاع الخاص، يا اما تكون الدوله داعمه بشكل نموذجي بشكل جيد. احنا ما نبقى على مزاجات المسؤول، يوم يجي وزير يحب الرياضه يدعم النادي، ويوم يجيك ما يحب الرياضه ينقص الدعم. الحين الاخ باسم يقول انتم تحجون بس هي ترى القضيه سياسيه مو قضيه رياضيه. كلامه صحيح. كلام صحيح. والله كلامه صحيح. احنا من زمن سابق يمكن نزلنا منشورات وتكلمنا بالاعلام بانه القضايا السياسيه هي اصبحت الطابع او الخاص بتاثيرها على الرياضه، وسياسيا احنا تدري احنا علاقاتنا مع دول الجوار كيف حالها، لكن احنا تاثيراتها على الرياضه يجوز الجمهور ما يعي مثلا التاثيرات الكبيره اللي صارت على الطابع الرياضي. انا اعتقد بانه يجب ان تفهم الدوله العراقيه بانه الرياضه العراقيه تتعرض بصراحه الى هزه ارضيه، وهاي الهزه الارضيه اصبحت مميته وقاتله اذا ما صحت الدوله العراقيه على وضع الرياضيين والرياضه واضح. طبعا هنا احد الاخوان انا ما راح اذكر اسمه، يعني هو عنده منصب مهم ايضا بالرياضه العراقيه، يقول انا اطلعت على القوانين والانظمه الداخليه، يقول القانون يسمح للسعوديه باللعب على ارضها والاتحاد لا يعلم بهذه القضيه. صدقني القضيه لا سياسيه ولا غيرها، لكن الاتحاد ما يعرف شنو اللي جاي يصير. إذا رفيع المستوى يعني معناتها يعرف ما يجري اذا هناك في الكواليس. يعني لا اذا هناك جهل يعني بعمل الاتحاد بالجانب القانوني، يعني اكيد يعني احنا حتى غريب ان نستنجد بمحامي هو خارج الحدود دائما يعني. نعم صح. يعني احنا ليش ما عندنا منظومه قانونيه باتحاد كره القدم من الداخل؟ طبعا على هذا الذكر هنا الاخ من سويسرا بعث لي قبل قليل رساله والله ما اعرف وين راحت، يقول الوفد اللي اجى لسويسرا يقول المحامي على قد حاله اللي جايبين الاتحاد العراقي، يقول لي صديقي يعني يعرف هاي التفاصيل وكان قريب من عندهم، يقول ما شفنا اكو جديه، بينما الاتحاد السعودي 70,000 يورو مكلف محامي سويسري ومحامي ايطالي، يقول ما اعرف 3-4 محامين جايبين اياهم. هذا شوف هنا الجانب المالي يحكم اكيد،
يعني هل اكو قدره اتحاد كره القدم يجند محامين من خارج دول، ايطالي ولا سويسري ولا بلجيكي بكذا مليون دولار وبكذا ألف دولار؟ ما ممكن، هاي ما موجوده. هذا اكو دعم حكومي، اكو دعم دوله، اكو دعم امراء السعوديه في ضخ المال للاتحاد السعودي، وبالتالي قدروا يكسبون يستميلون كل الاشياء الى صالحهم. احنا هذه الاشياء ما موجوده. الاخ يقول اكو تمييز للقرار لو راح نبقى ساكتين، واعتقد هذه مساله كرامه ويجب ان تسترجع الحقوق. حسب ما مذكور بالقانون ما بيطعن يعني. ما بيطعن قرار محكمة الجنسية قرار تحكيم نهائي. يا اخي انا لحد الان محيرني بس السيد محمد جواد صاغ يعني تراس ريانه، وهو يعني حكى بقضيه عامه، لكن هسه نريد نعرف الاتحاد وصلهم الكتاب ما وصلهم، كل شيء ما جاي نعرف ولا جاي نسمع شيء. اذا وصلهم القرار يعني ايش تتصور انت شنو كان راح يكون رد الفعل يعني بالنسبه لا هو حتى القرار ترى القرار نصا ما كان يعني طرف باتحاد كره القدم، الواقع القانوني يعني ما كان بطرف، هو القرار بين محكمه الكاس ولجنه الطوارئ اللي موجوده بالفيفا. هي لجنه الطوارئ احنا ما كنا رايحين لها، هي من يوم صدرت قرار انه ما يسمح للسعوديه، بالتالي السعوديه عرفت شلون تتحرك، احنا ما عرفنا نتحرك باتجاه الجانب الاخر. يعني بصراحه تحركاتنا لاسباب كثيره يعني تتعلق حتى